الإنكار العلني يا جماعة حتى تفهموه جيدا ولا يشوش عليكم هؤلاء الذين يدلسون ويلبسون. الإنكار العلني هو مثل ما فعل ابن عباس رضي الله عنهما حين أنكر على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب سمع قوما يقولون له إنك أنت الله، فأمر قنبرا وهو غلامه أن يحفر أخاديد كبيرة جدا، أشعلها بالنار، أتى بهم قال ترجعون عن مقالتكم أو لا ترجعون؟ قالوا لا نرجع، إنك أنت الله، فرماهم في النار وقتلهم. بلغ هذا الأمر ابن عباس رضي الله عنه، فأنكر على علي بن أبي طالب، وكان خليفة المسلمين آنذاك ولم يكن حاضرا بين يدي ابن عباس. قال أخطأ علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولو كنت أنا مكانه لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فتاب واستغفر وقال ما علمت بالحديث إلا الساعة. هذا إنكار علني في غيبة الحاكم، ما كاش علي بن أبي طالب أمام ابن عباس. لو سكت ابن عباس ولم ينكر وقال الإنكار العلني على الحاكم في غيبته لا يجوز وسكت، ماذا يفعل الناس؟ يفعلون فعلة علي بن أبي طالب، فيصير كل من اختلف معه أو كل من أحدث في الإسلام شيئا يحرق بالنار، ويحتج بعد ذلك بفعل علي بن أبي طالب، وهو من الخلفاء الراشدين. نعم، وفي الشرع قد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه الخلفاء الراشدون. فابن عباس رضي الله عنه أنكر إنكارا علنيا على الحاكم في غيبته حتى لا يتبع الناس الخطأ الذي وقع فيه علي بن أبي طالب.